السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نوجدوا اليوم الطريخات اللي هما ساهلين، ما يديولكش اكثر من 5 دقائق. وجديهم للفطور، مريندا او كسكروت. ندوزوا للمقادير وطريقه تحضير. المقادير ماشي شي حاجه كبيره، غير الخبز والحليب والبيض وصافي. في طنجره غادي نديروا الحليب المقدار اللي بغيتو نتوما على حسب الخبز اللي غادي تعملوا. غادي نديروا فيه العويدات ديال القرفه والقشور ديال الحامض او الليمون باش يطلقوا داك النكهه ديالهم. كنجيبوا الخبز يكون بايت النهار قبل، وغادي نقطعوه هكايا بهذه الطريقه هذه. المهم الخبز اللي عندكم كيف ما كان عندكم غتقطعوه على هذا الشكل هذا. وغادي في الاول غادي نديروه في الحليب، وغادي ندوزوه في البيض، وموراها غادي نقليوه. انا الطريقه ديال كندوزو في الحليب وكنعملو في البيض، هذيك المقطع مشالي. لهذا في طبسي حركت فيها البيض، وفي طبسي اخر عملت فيه ديك الحليب اللي كنا وجدنا. ودابا هنايا فين هذا المقطع ما عنديش كبير لحقاش مشالي. دوزته في الحليب وعاد في البيض، وها هو من بعد ما دوزته في الحليب والبيض دابا غندوزو نقليوه. غادي نديرو الزيت في المقله، وغادي نبداو نقليو الخبز ديالنا بحال اللي كتشوفوا. كيهزوها غير بشويه لحقاش كيكون رطاب بالحليب باش ما يتهرش. ومن بعد ما كيتقلى كندوزوه الطبسي ديال التقديم. وهنايا كاين اللي بغيتي الا بغيتو ديروا ليه السكر مع القرفه، او لا تديروا شي طاسه وديروا فيها ولا شي طبسي ديروا فيه السكر والقرفه وتحركوا دوزوا فيها الطريخات وتقدموهم، او ديروا له العسل والقرفه بحال اللي كتشوفوا. انا القرفه درتها عليه هكايا من فوق شويه، والعسل حتى هو هكايا غير عملته من فوق وصافي عليها. نفضل العسل على السكر، بالنسبه اللي عنده العسل من الاحسن احسن من السكر. وشكرا بزاف على حسن المتابعه، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا بزاف.